أريوس يا اخواتي، اول حاجة صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. ومعاكم كلوة، وهقدم لكم فيديوهات كتير لملخصات انمي ومانهوا، فيا رب الفيديوهات تعجبكم. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد يا معلم. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا لملخص النهارده. وبعدها بكم يوم دخل راجل لدايبو صالون الحلاقة، وراله فيديو للشاو فاي و7 وهم مخطوفين، وقال له لو عاوز تنقذهم روح للمكان ده. ودايبو جرى على المكان اللي قال له عليه الراجل، ولقى ملك الطيور اللي هزمه قبل كده مستنيه هناك، بس كان نص جسمه آلي. وملك الطيور فضل يضرب فيه وقال له انه قدر بتقنية ستان يخطف 7 والشاو فيه، وانه بعد ما اتهزم منه صاب مزرعة الفراخ، والناس كانت بتتنمر عليه وبتضربه. وفي النهاية ستان اخده ولقى نفسه بيتعمل عليه تجارب وكان هيموت، بس اصراره ان دي ما تكونش نهايته خلاه يعيش وبقى جسمه اقوى بكتير، ورجع عشان ينتقم من دايبو على اللي عمله معاه. لكن فجأة دايبو قدر يحول نفسه ويعزز قوته من غير اي مواد، وقال لملك الطيور انه كان بيدرب نفسه الفترة اللي فاتت عشان يعزز طاقته، ومسك جسم ملك الطيور وكان هيدمره، بس ملك الطيور رماه بعيد، وطاقة دايبو المعززة خلصت بسرعة وملك الطيور كان هيقتله. بس دايبو قبل ما يموت قال له سيب شاو فاي و7 يعيشوا. ملك الطيور قال له انت فرخة تخينة وملاش لازمة، مش كان نفسك تنتقم من البشر وتخلص منهم؟ ايه غير لك رأيك؟ ودايبو قال له انه في البداية كان بيتمنى موت كل البشر وخلى 7 قاتل عشان كده، بس 7 ما نجحش في ولا مهمة، بالعكس ده كان بيحمي الناس، وحتى شياو فاي بقى بيحبه، وده اداله امل وغيره. بس ملك الطيور اتضايق من كلام دايبو، واتضايق كمان من ان دايبو ليه السعادة في حياته وكان هيخلص عليه. بس فجأة ظهر دافاي وهجم على ملك الطيور، وملك الطيور كان هيتجن، بس طلع 7 هو اللي متنكر في شكل دافاي وقطع سلك الآلي بتاع ملك الطيور وهزمه وكان هيقتله. لكن دايبو قال ل7 ان الموضوع خلص خلاص واخده ومشي. وبالليل 7 قال لدايبو ان في حاجة كنت عاوز اقولها لك من زمان، شكرا انك انقذتني. وتاني يوم 7 جات له رسالة مكتوب فيها انها من 13 وكانت بتطلب منه يقابلها على الشط، و7 راح واشترى وردة وجاب له بدلة وعمل فيها رومانسي. وبالليل 7 شغل اغاني ولاقي 13 واقفة على الشط وراح ادالها الوردة، بس لما بص في وشها قال لها ايه ده انت حقنت بوتكس؟ وبعدها اتضح انها 11 اخت 13 وغزت 7 بخنجر مسموم، و7 وقع على الارض و11 كانت هتقتله. لكن هيدا شون جه وشافهم وقال ل 11 ايه اللي موقفك هنا في الوقت ده وفي قتل على الجزيرة؟ بس 11 قالت له انها جايه تقابل حبيبها، وهيدا شون قال لها خلاص انا هقف هنا احرسك. و11 اخذت بالها ان هيدا شون مطلوب في قائمة الاغتيالات وهجمته وبدأت تقاتله وهزمته وكانت تتخلص عليه. بس الست اللي من جمعية تطهير الجزيرة جات وهجمت 11، وفي اللحظة دي 13 ظهرت وحمت اختها، و7 لما شافها ادالها وردة وفضل يغني لها، و13 عرفت ان 7 مصاب ومش عارف بيقول ايه، واخدت 11 اختها وراحت بيها المكان تاني. و11 قالت لها انا ماليش اخ ولا اب ولا علاقة تربطني بعيلة ماي هوا، وكمان هم ألذ اعدائي. و13 قالت لها انا كمان بحتقر ابويا وهزمه بنفسي، بس ما ينفعش ندخل اخونا في اللي بيحصل. وفجأة ظهر حد وهاجم 11 و13، وفلاش باك لورا عشان نعرف ازاي 7 بقى معاه سيف الكنز الوطني من شندوان. وفي وقت ما كانت 13 لسه صغيرة وبتتعلم من استاذها، جات رسالة لاستاذها بتقول له ان الزعيم عاوزه، ولما راح لقى ان الزعيم ضم لقتلة الظل ولد عنده 15 سنة اللي هو 7، وطبعا ان ولد صغير كده ينضم لقتلة الظل فمش حاجة سهلة، وعلشان كده 7 كان ليه اعداء منهم قطر الظل كوان صاحب الاسنان الحمراء. وكوان هاجم 7 وهو في الطريق، و7 كان رافض يقتله، بس كوان كان مصمم يخلص على 7 وحصل بينهم قتال قوي، وكوان كسر سيف 7 وهجم عليه وكان هيقتله. وفي الوقت ده كان استاذ 13 بيتفرج من بعيد ولقى ان 7 مش سهل برضه وعنده سرعة بديهة وحركته سريعة، وعلشان كده وقف القتال وقال لكوان ان ما ينفعش 2 من قطرة الظل يتقاتلوا مع بعض. ولما لقى ان سيف 7 كسر كوان قال ل7 ان سيفه ضعيف ومحتاج سيف اقوى منه، وان في سيف قوي جدا كنز وطني من شندوان محروس من روح الألفية المظلمة. وراح 7 لمكان السيف. ونرجع تاني للجزيرة، ورئيس جمعية التطهير في الجزيرة جانج كانت بتاكل في بيتها، بس فجأة ظهر قدامها كوان وقال لها ما شفتكش ليا كتير يا صاحبتي القديمة. بس جانج قالت له انت اتعلمت في السر طريقة شيطان الدم وما بقتش تلميذ في عشيرة زنبقة السماء ومالكش حق تناديني بصاحبتي القديمة. لكن كوان قال لها مش انت اتطردت بسبب علاقة غرامية؟ وجانج قالت له ما تفتريش عليها يا كوان. بس كوان قال لها انا اسمي الاسنان الحمراء
وابتدى القتال بين كوان وجيانغ، والاتنين هاجموا بعض بالطاقة وعملوا انفجار ضخم. بس جيانغ لقيت ان مستوى القوة بتاع كوان اتحسن بسبب شرب للدم، وكوان ضرب جيانغ ورماها بعيد وقعت على 7 وهيدا شون، وراح كوان عندها. و7 لما شافه افتكر لقطات من القتال اللي دار بينهم، وكوان قال لجيانغ انا ما جيتش عشان اقتلك، انا عاوزك بس تفتحي ختم الزنبقة البيضاء اللي عليا. وجيانغ قالت له انت ليه مش راضي تفهم ان حبست شيطان الدم في جسمك لمصلحتك؟ بس كوان قال لها انت بتتكلمي بنفس طريقة استاذنا، وهجم عليها باسنانه. بس 7 استخدم جسم هيدا شون المتصلب وحمى جيانغ من اسنان كوان، ومسك 7 هيدا شون وكان بيتخانق بجسمه، لكن كوان عرف نقطة ضعف هيدا شون ولغى التصلب وضربه. و7 هاجم كوان بالمقص، وكوان قال له ايه لعب العيال ده؟ وفي اللحظة دي جيانغ راحت ل7 وهو بيحرك في المقص، وقالت له انها مضطرة تستخدم قوة عشيرة زنبقة السماء الاستثنائية ازهار الزنبقة البيضاء. و7 قال لها طب ما تستخدميها، مستنيها ايه؟ وجيانغ قالت له عشان اقدر استخدمها لازم ابوس حد من الجنس التاني. و7 قال لها طب ما تبوسي هيدا شون، بس هيدا شون قال له انا ميت شوف حد تاني. و7 قال لها يبقى اتشرو، لكن اتشرو قال انا مصاحب وصاحبتها هتزعل. وفي الوقت ده كوان كان اتحول وبقت قوته كبيرة جدا، وجيانغ لحقت نفسها وبست 7. اما 13 فاتضح انه استاذها هو اللي هاجم 11 وقال لها مش انا امرتك تقتلي 7 وتجيبي لي السيف؟ بس 13 قالت له انه انقذها وكانت مديونه له، واستاذها قال لها سيبيني ارد المعروف علشانك وبعدها اقتله. ونرجع تاني لجيانغ اللي اتحولت فجأة وبقت شاب جميلة وقوتها زادت جدا، وضربت كوان ورمته على الارض. وكوان في اللحظة دي افتكر لما كان هو وجيانغ لسه تلاميذ في عشيرة الزنبقة البيضاء وحبوا بعض، بس العلاقات الرومانسية ممنوعة في زنبقة السماء. وكوان طلب من جيانغ انها تمشي معاه وتسيب العشيرة، بس جيانغ اللي طلع اسمها هوليان رفضت لانها ورثت عشيرة الزنبقة البيضاء، وعلشان كده كوان حرر شيطان الدم، وشيطان الدم اتملك جسمه، وكوان ما بقاش قادر يتحكم فيه. وجيانغ اضطرت انها تعالجه على الرغم من رفض استاذها اللي كان شايف انها بكده هتكون كسرت قوانين العشيرة. وجيانغ قالت انها بتحبه. ونرجع تاني لكوان، وبعد ما افتكر كل ده قال لجيانغ ان قوة عشيرتها كبيرة جدا وليها حق ترفض تمشي معاه. بس جيانغ قالت له انه فاهم غلط، وحاولت جيانغ تطلع من كوان شيطان الدم، لكن كوان رفض يسيبه. وجيانغ لقيت نفسها هتقتل كوان ولغت طاقتها، وطلبت من كوان يسيب شيطان الدم. بس كوان قال لها انت قوتك مخليك كبت مشاعرك، وازاي نقدر نعيش من غير مشاعر؟ وكوان هاجم اتشرو وهيدا شون اللي كانوا واقفين، وجيانغ صدت عنهم الهجوم، وراح كوان ل7 وامتص طاقته، بس استغرب ان طاقته كبيرة جدا. وشياو فاي انقذ 7 وبعد عنه كوان، لكن قوة كوان زادت جدا، وشياو فاي حاول يهاجمه، وكوان فصل راسه عن جسمه، وحاول دايبو يهاجم كوان، لكن كوان عضه بسنانه ورماه بعيد. و7 كان مرمى على الارض ومش قادر يتحرك، وراح لكوان ومسكه وكان هيقتله. و7 شاف اصحابه عين على الارض وكان مش قادر يعمل لهم حاجة، وفي افكاره ظهر له 7 القاتل وقال له سيبنا سيطر على جسمك وهتبقى اقوى قاتل في العالم، لان محدش يقدر يهرب من ماضيه. وفجأة 7 فاق وهاجم كوان، وفي اللحظة دي كوان افتكر وكان هيهاجمه، بس استاذ 13 اتدخل وقال ان قتال قتلة الظل ما ينفعش يتم في العلن، وفعل حوالينهم حقل طاقة عشان محدش يتدخل في القتال. و7 مسك سيفه وهاجم كوان بسيفه وبمقصه، بس كوان ضربه واخد منه السيف. واتضح ان 7 كان طول الفترة دي بيتدرب وبيقوي مهاراته، وعلشان كده اختار يقاتل بشخصيته الجديدة مش بشخصية اقوى قاتل في العالم. وكوان عمل دفاع شيطان الدم، بس 7 هاجمه بمقصه والهجوم اثر في كوان وخسر جزء كبير من طاقته، و7 كمان كان استهلك طاقته. وفجأة استاذ 13 هاجم على كوان وقتله، وقال ل7 ان شاو نو هتبعت قتلة تانيين عشان يخلصوا على كل حد في الجزيرة، وبعدها حقل الطاقة اتلغى. و7 خرج مع اصحابه وقضى معاهم يومين لحد ما ظهر قاتل جديد في الجزيرة اسمه لي يان القبضة الناسفة، وسأل على اقوى حلاق في الجزيرة. وفجأة 7 عدى من جنبيه وقال له بلغ كل القتلة ان ارجع لشوانو عشان اطالب شخصيا براس الرئيس. وانتشرت الاخبار وبقت الجائزة على راس 7 اكبر بكتير. وبعدها بيظهر 7 وهو بيقاتل اكتر من شخص في الغابة، وكانوا بيحاولوا يقتلوه، بس طلع ده حلم دايبو. وقام دايبو من النوم مخضوض وكان بيدور على 7 بس ما قدرش يلاقيه في اي مكان. وفلاش باك من سنتين بعد ما دايبو لقي 7 وعالجه، وبعدها بالصدفة دايبو شاف الدكتور المعجزة وهو معاه صندوق وكان خايف عليه وبيحاول يداريه، ودايبو قال بس يبقى الصندوق ده فيه تحويشة العمر. ودايبو راح ل7
7 وعمل نفسه انه اتسمم، وقال ل7 ان الدكتور المعجزة سممه لانه ما ادالوش فلوس الشهر بتاعت علاجه، وعلشان ما يموتش لازم 7 يسرق له الصندوق اللي فيه ترياق السم من الدكتور. وراح 7 لعيادة الدكتور وقدر يدخل من غير ما الدكتور يحس، بس ما لقاش حاجة. و7 فضل يدور على الصندوق لحد ما وقع من ممر سري تحت الارض، وليه مكان شكله غريب وفيه اعشاب وبرطمانات فيها عينات. وفضل 7 يدور على الصندوق لحد ما لقى الدكتور والصندوق كان جنبه. ودايبو افتكر ان 7 لقى الصندوق واخد اللي فيه وهرب. وراح دايبو يشوف 7 ونزل في مكان الدكتور السري، وهناك لقى 7. و7 حاول ياخد الصندوق من الدكتور لكن الدكتور شافه وهاجمه، ودايبو قال له خلاص سيب الصندوق وتعالى. بس 7 رفض يسيب الترياق اللي هينقذ صاحبه ويمشي. ودايبو كان هيسيبه يهرب هو، بس لما افتكر وش 7 هو بيقول له لازم انقذك رجع تاني ليه. و7 فضل يحاول ويحاول انه يوصل للصندوق، لكن الدكتور كان بيصد كل محاولاته. ومع انهم ما خدوش برضه الصندوق، لكن دايبو عرف ان 7 صاحب جدع، وعلشان كده دايبو اخد شياو فاي وراح بالمركب يدور على 7 اللي اختفى فجأة من الجزيرة. وفي الوقت ده كان 7 في مركبة بيحاول يوصل لشوانو، بس وصل بالغلط لدالي. ولما لقى بنات حلوين واقفين على الشط 7 قال خلاص مش مشكلة دي احسن من شوانو. والبنات ادوا ل7 عصير جوز الهند، واول ما 7 بدأ يشربه غاب عن الوعي. والبنات طلعوا لابسين اقنعة وشكلهم الحقيقي وحش جدا. وبعدها 7 فاق ولقى نفسه قاعد في السجن وجنبه مياو، وقال لمياو احنا محبوسين ليه؟ ومياو قال له ان سكان دالي بيمسكوا اي ذكر وبيخيروه بين انه يقتل امير الجمال وبين انهم يستعملوه في التكاثر. و7 استغرب وقال يعني دالي كلها ما فيهاش حد يقتل الامير ده؟ والملك ظهر وكان معاه بنته، وهما الاتنين كانوا وحشين برضه. والملك قال ل7 ان محدش يقدر يقتل امير الجمال، لان لو عكس صورة وشه في المراية ووجه المراية على اي حد بيتحول وبيبقى شكله وحش زي امير الجمال، وكمان بيبقى تابع ليه وبيقدرش يهاجمه. ولازم يقتلوا امير الجمال عشان اللعنة تتفك على الجزيرة وكلهم يرجعوا لشكلهم الاصلي. والملك قال ل7 لو قدرت تقتل الامير هجوزك بنتي. بس لما 7 بص على بنت الملك قال له لا شكرا اموت اسهل. ودايبو كان وصل لدالي مع شياو فاي ولقى 7 في الحجز وعرف منه الموضوع ايه. وراح 7 ودايبو ومياو لامير الجمال وهاجموه، بس الامير هاجمهم بشعاع من مرايته، والشعاع جه في مياو وشكله بقى شبه الامير. وفجأة مياو بدأ يهاجم 7 بنغماته، بس دايبو وقفه وضرب نار على مراية الامير وكسرها له. والامير طلع كرة كلها مرايات وقال لهم انهم المرة دي مش هيفلتوا لان الشعاع هيجي لهم من كل مكان. و7 حاول يمنعه انه يبص على كرة المرايات، ودايبو طلب من مياو يعزف موسيقى حزينة. واول ما مياو بدأ يعزف الامير افتكر ذكرياته لما كان بيحب واحدة عن طريق التليفون، وبعد ما اتعلق بيها هربت لما شافت شكله. والامير كان متأثر وبيبكي، وقدر 7 واصحابه يقبضوا على الامير ويربطوه. و7 قال له ازاي نكسر لعنة الجمال اللي عاملها على السكان. والامير قال لهم ان الموضوع بسيط، كل واحد وواحدة عندهم اللعنة لو بصوا بعض هيلغوها، بس لانهم بيهتموا بس بالشكل فمحدش منهم فكر يعمل كده. و7 قال لسكان دالي، وقدروا سكان دالي يكسروا اللعنة ويرجعوا شكلهم الطبيعي مرة تانية. وشكروا 7 واصحابه ودعوهم، وكمل 7 واصحابه رحلتهم. اما 11 فهي و13 قرروا يسيب الجزيرة بعد ما 7 مشي، بس 11 راحت لهيدا شون وطلبت منه يروح معاها لشوانو ويبقى حارسها الشخصي. بس هيدا شون قال لها انا ما بساعدش القتلة. و11 عرضت عليه الفلوس، لكن هيدا شون كان مصمم على رايه. و11 ما لقيتش حل غير انها تتصعبن عليه، وقالت لهيدا شون انها مضطرة تروح لشوانو عشان تزور اهلها، بس محتاجة حد معاها لانه مكان خطير. وهيدا شون ابو قلب طيب صدقها وقرر يروح معاها، واخد اجازة من شغله وراحوا هما الاتنين لشوانو ودخلوا من نفق سري. و11 قالت لهيدا شون ان شوانو مش بيسمحوا لاي حد غريب يدخل الجزيرة. وقعدت 11 تاكل في مطعم وهيدا شون كان واقف بيحرسها، وواحد عكس 11 وحبت 11 تشوف قوة هيدا شون واتخانت مع الراجل، والراجل كان هيضربها، بس هيدا شون حماها وهجم عليه الراجل واصحابه بسيوفهم. وهيدا شون صلب جسمه وكسر سيوفهم وكل ضرباتهم ما اثرتش فيه. وبعدها ظهر 3 اشخاص من جماعة الطير المحلق اللي 11 سرقت منهم كتاب كونغ فو قديم. و11 اول ما شافتهم فردت اجنحتها وطارت، و2 منهم راحوا وراها، وواحد قاعد عشان يتخانق مع هيدا شون.
بس الاتنين اللي راحوا ورا 11 قدروا يقبضوا عليها، وهيدا شون سأل الراجل اللي بيتخانق معاه اخدوها لفين، والراجل رفض يقول له، لكن هيدا شون صلى بايده وضرب الراجل وبوظ له وشه وسأله مرة تانية اخدوا 11 فين. وفي اللحظة دي كانت 11 اتخذت لمقر جماعة الطير المحلق، وبايزا هوكجا اللي يبقى كبير متدربين الجماعة شتم 11 وقال انها حرامية وسرقت الكتاب وجابت لهم العار، و11 قالت له ان ده ما كانش كلامه لما كان بيحاول يكسب ودها، وقال لها انه هيدي لها كل حاجة. بس باي ضرب 11 وامرها تسكت، و11 قالت له انت حسالة، بس باي قال لها ان في غياب القائد هو القائد، وامر رجالته يقتلوا 11. وفجأة دخل هيدا شون وشاف 11 وهي مرمية على ارض مجروحة، واتنرفز هيدا شون واتضايق، ورجالة الطير المحلق اتلموا حواليه وبدأ يضربوا فيه، بس جسم هيدا شون كان قوي وما كانش بيتأثر في الضربات. وفضل على الحال ده يومين لحد ما كلهم وقعوا من التعب، واللي اتبقى منهم هيدا شون ضربه، بس ما بقاش قادر يستخدم التصلب مرة تانية لانه خلص كل قوته الداخلية. وباي هجم على هيدا شون وضربه بسيفه وجرحه ولف وحاول يخلص عليه، لكن هيدا شون اتفادى المرة دي هجومه ومسك فيه، وباي طلع بيه للسما عشان يرميه، لكن هيدا شون مسك فيه وعمل تصلب ال7 ايام، وباي ما بقاش قادر يطير، وقع هما الاتنين، بس هيدا شون لحق نفسه وعمل تصليب كامل لجسمه قبل ما يوصلوا للارض، وهيدا شون هزم باي ورجالته. وبعد ما اعتذروا كلهم ل11 هيدا شون اخد 11 ومشوا، و11 رمت لهم الكتاب اللي اخدته منهم وكملوا طريقهم. ونرجع تاني ل7 اللي تهوى واصحابه للمره التانيه، ووصلوا البلد اسمها روك هارد، والبلد دي كان كل الرجال اللي فيها جسمهم رياضي وكانهم طالعين من مجله. وقعد دايبو 7 ياكلوا في مطعم، بس صاحب المطعم قال لهم شكلكم غرب عن المكان ولازم تعينوا مدرب شخصي ليكم عشان يعمل لكم فورمه حلوه لانكم خطر تمشوا في الشارع كده. ودايبو قال له انت فاكرنا هنخاف؟ ده انا لو دخلت مع اي حد في خناقه هفوز. وفجاه اتفتح باب الجيم وطلع منه بوبي تشين النجم الرياضي، وقال مين اللي قال الكلمتين دول؟ و7 قال له دايبو، بس دايبو عمل نفسه منبنها ودبس 7 في الموضوع، و7 لقى نفسه في حلبة قتال مع بوبي تشين وحواليه ناس كتير بيتفرج عليه، وبوبي تشين قال له لو فزت عليك هاخد منك فرختك الزرع، و7 قال له طب لو انا اللي فزت، وبوبي تشين قال له لو انت اللي فزت هديلك الكنز بتاعي، و7 قال له انا مش عاوز الكنز، انا عاوز يختي يوصلني لشوانو. بس لما 7 لقى الناس بتتريق عليه لانه رفض كنز بوبي رجع في كلامه ووافق ياخد الكنز، وبدأ القتال بين 7 وبوبي، وكان عبارة عن العاب بيعدوا منها، واول لعبة كانت انهم يعدوا بسرعة من الحواجز بعد ما يكسروا، وطبعا اللي فاز بوبي. وفي تاني تدريب كان المفروض يكسروا صخرة كبيرة وبرضه بوبي هو اللي فاز، واضحة يعني. وفي الجولة الأخيرة 7 لقى بوبي بيقدر يعمل تصلب العذراء المنيعة اللي بيعملها هيدا شون، وقال 7 لبوبي انه معاه صاحبه اسمه هيدا شون وانه صاحبه القريب منه وبيقدر يعمل الحركة دي، بس بوبي قال له ان الحركة دي عادية هنا واي حد بيقدر يعملها، وبوبي وكل الموجودين عملوها، و7 استغرب، بس بوبي قال له انه طرد هيدا شون من هنا لانه كان غبي وضعيف جدا، و7 اتضايق وقال له بوبي انا قعدت يومين كاملين بتقاتل مع هيدا شون وبرضه ما قدرتش اهزمه، ايه رايك لو هزمتك انت بحركة واحدة؟ وبوبي قال له يا راجل طب وريني، ولو قدرت تعمل كده يبقى انت اللي فايز. و7 افتكر الحركة اللي عملها كوان عشان يلغي تصلب هيدا شون، وهجم على بوبي وضربه بنفس الطريقة في نفس المكان، وفجأة الجسم بتاع بوبي طلع منه هوا وبقى من غير عضلات، وكل اللي بيتفرجوا اتفاجئوا، والحكم اعلن عن فوز 7، بس بوبي فضل يجري ويصرخ ويتمرن وحاول لحد ما قدر يرجع عضلاته وضرب 7 في وشه، بس 7 فضل ثابت مكانه وقال له ان هيدا شون مش غبي وانه اشطر حد عرفه، ووصل للمستوى السابع بسبب تمارينه اللي كان بيتمرنها بجدية. وبوبي استسلم واعلن عن انتصار 7، وخرج 7 من روك هارد واداله بوبي خريطة يوصل بيها لشوانو ومعاه الكنز اللي وعدوا بيها، وطلع علبة بروتين. ودايبو قال ل7 انت سبت اليخت عشان دي؟ فالمهم وبعدها 7 ودايبو مشوا لمدينة شوانو، بس في الطريق دايبو لقى نفسه فجأة طوله بيزيد، و7 كان بيتنفخ زي البالونة، وطلع اللي بيعمل فيهم كده ولد اسمه بنغام من عشيرة النفسية الأيونية اللي بتحرك وتحول حاجات عن طريق قوة العقل. وبنغام سأل 7 ودايبو عن السبب اللي خليهم جايين لبلاد القوى الخارقة، و7 قال له انا قاتل مأجور، وبنغام كان هيغرقه، بس 7 رجع قال له انه حلاها. وبعد ما 7 حلق لبنغام وبوظ له شعره، بس لان بلد بنغام ما فيهاش حلاقين فما كانش عارف حاجة. وبعدها بنغام قال له ان من شهر في شخص متسول جاي من شوانو وجايز يكون يعرفه، واخد 7 ودايبو لمكان الراجل ده، و7 استغرب لما لقى الراجل متسول يبقى هو زي اللي 7 كان بيحلاله، و7 قال له هو انت فعلا من شوانو؟ وهو زي قال له انت عاوز تروح لهناك؟ و7 قال له يا ريت
ريت لو توصلنا، وهو زي وافق بس شرط عليه الاول يحلق له. وفجأة ظهرت مركبة لستان وسيفن استخبى مع بنغان والباقيين، وهو زي فضل مكانه. ونزل من المركبة امير ستان ومعاه كولا وهاجموا بنغان واصحابه بقواهم الخارقة، وسيفن حاول يوقفه عشان كولا ما تتأذيش، لكن بنغان قال له ان شعب ستان مؤذي ولازم يقضوا عليه. وبكده يكون نهاية حلقتنا للنهاردة، فما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل حلو وجديد. ويا رب دايما تكونوا بخير، واريوس يا اخواتي.